لما برنامج في التلفزيون يخلي أب وابنه يمروا بأطول نوبة ضحك في حياتهم. صحيت الصبح وأنا تعبان وعايز أجيب فطار، لقيت أبويا كالعادة صوته عالي وبيزعق من غير سبب. قلت ماشي، هنزل أجيب الفطار وخلاص. وأنا خارج لقيت التلفزيون شغال على برنامج بيحكوا فيه عن ولد وبنات بيتخانقوا مع أبوهم علشان عصبيته. كل شوية أبص على الشاشة وأسمع الولد بيقول: أبويا بيزعق من غير سبب، وبعدين ضربنا حصل غريب. وفجأة ألاقي نفسي أبص على أبويا اللي قاعد جنبي، وشه بيتغير. أبويا بص لي وقال: أنت بتبص لي كده ليه؟ قلت له بسرعة: ولا حاجة. ورجعت أبص للتلفزيون. الموضوع بدأ يضحكني قوي، خصوصا إن الكلام اللي في البرنامج شبه اللي بيحصل معانا. حاولت أمسك نفسي من الضحك بس فشلت. قعدت أضحك لحد ما دموعي نزلت، وأبويا قاعد يبص لي بنص عين وبيهدى شوية شوية. وفي الآخر، بالرغم من الصبحية المعتادة والزعيق، الفطار ده كان أضحك فطار في حياتي. أبويا والتلفزيون اتحدوا علشان يعملوا معايا موقف هستيري مش ممكن أنساه. صلوا على النبي وقولوا لي، مين فيكم حصلوا موقف ضحك غريب مع أهله كده؟